السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جمعة طيبة مباركة أحبابي. مرحبا بكم في كويزين أم سيرين دي زاد. اليوم جيت نحضر معاكم طبق تقليدي، يعني أطباقنا التقليدية متنوعة من منطقة لأخرى. اليوم راح نسافروا لبسكرة، نحضروا طبق شخشوخة. باش نحضروا هذا الطبق نسحقوا الخضرة اللي فيها قرعة زرودية لفت، نسحقوا ورق تاع شخشوخة، نسحقوا حميصة، نسحقوا طرف الدجاج، بصلة مسكرفجة، ثوم، نسحقوا التوابل. عندنا كزبر، فلفل عكري حار، فلفل عكري حلو، عندنا فلفل كحل، وعندنا راس الحانوت. يلا تفضلوا معايا نحضروا الوصفة مع بعض. انا في القدرة تاعي نحط شوية زيت، وراح نحضر انا شخشوخة تاعي راح نحضرها بالدجاج كيما شفتوا، وتقدروا بصح تحضروها باللحم، كل واحد والمقدور تاعو. انا في القدرة كيما راكم تشوفوا نحط الطراف تاع الدجاج تاعي هكذا بهذا الشكل هكذا. وبعدها نزيد نضيف البصل. البصل يعني البصلة لازم تكون كبيرة شوية هكذا باش المرقة تاعنا تجي خويثرة وملبية هكذا. كما راكم تشوفوا راني ضفت البصل تاعي ونحرك، نزيد نضيف الملح ونحرك هكذا بهذا الشكل هذايا. انا نزيد نحط الحميصة تاعي، يعني اللي كنت واسيتها كنت شمختها من قبل، يعني نحطو كمية معتبرة ونحرك مليح. نزيد نحط الثوم تاعي، زوج فصوص هكذايا ولا ثلاثة مسكرفتين. انا كنت حطيت عليها الغطيوة هكذا، تقلت واحد 3 دقائق هكذاك كيما راكم تشوفوا. نحركو هادوكا مليح هكذا بهذا الشكل هذا، بدا البصل يذوب. انا في هذه المرحلة نزيد نرمي التوابل تاعي، التوابل اللي كيما شفتوهم قبيلة، هادو كزبر وكامل هكذا نحطوهم. وهنا نحرك، نزيد نضيف حوالي مغرفة ونص طماطم مصبرة هكذا بهذا الشكل هكذا، ونحرك مليح بهذا الشكل هذايا. انا بعد ما تقلات المرقة تاعي هكذا كما راكم تشوفوا، تقلات مليح، تقلى الدجاج تاعي والبصل مع التوابل والثوم وكامل، نحرك مليح هنايا ونمرق هكذا بهذا الشكل بما يكون سخون هكذا بهذه الطريقة حتى يتغطى الدجاج تاعنا. هنايا الدجاج تاعي بعد ما طاب نص طياب، يعني نص طياب، شديت الخضرة تاعي، ضفت زرودية، زرودية يعني كانت طرية ماشي عاصية، ورميت اللفت مع القرعة هكذا. ضفت الخضروات تاعي دفعة واحدة هكذا مع بعض. هنا دوكا ما بقى لي غير نغطي عليها، نغلق عليها ونخليها طيب. هنا من جهة واحدة أخرى جبت الجفنة تاعي وحطيت فيها الورق تاع الشخشوخة تاعي، شوفوا هايلين رقاق شابين. نقطعهم بهذه الطريقة، أنا منحبش نقطعهم صغار بزاف، نحب نقطعهم هكذا طولين بهذه الطريقة هكذا، نقطعهم كامل ونفور الورق تاع الشخشوخة تاعي. كاين اللي يسقيهم هكذا بصح انايا نفورهم باش نقدمهم. هنا نجيب زوج فراشط هكذا ونحطهم في الكسكاس هكذا باش ما تلصقليش في الوسمو هكذا، علمتني ميمتي ربي يحفظها لي. دوكا نحط الشخشوخة تاعي في الكسكاس ونديها تفور. هنا المرقة تاعي كما راكم تشوفوا راهي طيبة، الريحة راهي تعبق بنينة. هنا الدجاج تاعي تاني راهو طايب، نحيه بهذا الشكل هذا هذا. هنا المرقة تاعي راهي واجدة خلاص، نطفي عليها ونولي الشخشوخة تاعي
بعد ما فارت نحطها هنا في الجفنة هكذا، هاي سخونة، نفتحها هكذا من بعضها وندير لها مرسو زبدة هكذا ندهنها به. كي تشوفوا هاي ما قدرتش نتوشيها، هاي سخونة بزاف. دوكا كيما راكم تشوفوا نحط لها مرسو تاع زبدة ندهنها هكذا بهذا الشكل هذا. ودوكا شخشوختنا راهي واجدة، دوك ما بقى لي غير نحطها لكم في طبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعنا، زينته بهذه الطريقة وزدت سقيته كيما راكم تشوفوا بالمرقة هذه اللي خرجت خاثرة وملبية الله الله. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتدعموني بلايك وابوني وتخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما باش نتحفز ونزيد ندير لكم وصفات اخرى باذن الله. ودوك ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في وصفات قادمة باذن الله تعالى. في امان الله.